بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. اعذروني وسامحوني ان اتاخرت عليكم، بس انتوا عارفين ان انا في حاجات كتير بكون بشتغلها، وتصوير الفيديو والحاجات دي كلها بتاخد مني وقت. وانتوا عارفين يعني انه انا زي ما قلت لكم قبل كده، هي القناة مهمة في حياتي، لكن مش هي محور حياتي. وانا بحب دايما اكون ملتزمة معاكم بس على قد ما بقدر. سألتوني كتير جدا على المنظف اللي اتكلمت عنه في تقريبا اول او تاني فيديو ليا بعد ما رجعت. فاللي انتوا شايفينه ده اولا الحاجات اللي انا اشتريتها، سواء المنظف اللي هتكلم عنه او الصابون ده صابون الاطباق، صابون مواعين، من جروب انا بشتري منه منتجات فريدة والحاجات دي كلها. فكنت جايبة ده، كان جيركل كبير، كان تقريبا 10 لتر. كان بقاله فترة عندي، بقاله شهور، لانه طبعا كمية كبيرة فبيقعد وقت طويل. والمنظف اللي قلت لحضراتكم عنه اللي هو ده منظف مطهر متعدد الاغراض لحاجات كتير قوي، لتطهير اي مكان اي حاجة. فانا الحقيقه استغليته في المنظف بتاعي المعروف اللي هو جنرال وخل، بس هو هي مش هينفع اطلق عليه جنرال وخل، انا اقول منظف كليفر مامي. فانا استغليت المنظف ده لانه جميل في حاجات كتير جدا جدا. هو نفسه لوحده من غير اي حاجه منظف حلو جدا، من غير اي اضافات. بينظف وبيطهر وبيدي ريحة جميلة جدا، وهو متعدد الروائح، منه روائح كتير. انا استخدمت كذا حاجة بس عجبني قوي اللي هو ده تقريبا نسيم البحر او حاجة البحر، مش فاكرة اسمه ايه بالظبط. وواحد تاني بالزهور، وفي حاجات كتير تانية يعني، بس دول استخدمتهم وعجبوني قوي. فاستخدمته هنا في المعطر ده، في المنظف بتاعي. البخاخ اللي بحط فيه شوية من مية الفلتر او مية نغليها وتسيبها تسيبيها تبرد وتحطيها في البخاخ، وكمية خل كتير شوية. والمنظف ده انا بحط منه، هو خفيف صحيح بس هيعجبك قوي. حطيت منه كمية صغيرة يعني الغطا مش مليته تقريبا، على حسب يعني، ما بقيتش قوي بمعايير معينة. بطهر بيه كل حاجة. اسطح الرخامات في المطبخ، اي حاجة. المنظف اللي هو بنستخدمه لكل حاجة، لمعي بيه زجاج، لمعي بيه مرايات، كل حاجة كل حاجة. وبالاضافة لانه مطهر. المشتروات اللي بنشتريها من بره، زي ما انتم متعودين معايا، انا لازم انضف اي مشتروات بشتريها من بره. في الحمام روعة في تنظيف الحمام. في الأرضيات جميل في تنظيف الأرضيات وتطهيرها. فهو ليه استخدامات كتير، وانتي هتبدعي كمان في استخدامات، ولكن هو الحقيقة هيعجبكم جدا جدا. اسمه فريدة. سألتوني كتير الحقيقة عنه، حقيقة هو جميل جدا. وهسيب لكم لينك الجروب اللي أنا بشتري منه أونلاين. هو جروب على الفيسبوك، بس جميل قوي قوي، وهي ممتازة الحقيقة، ومعاملتها جميلة جدا. آه، المنظف ده هيفيدكم كتير يا جماعة بجد. والاستخدامات انتوا هتتابعوا معايا وهتشوفوني انا بستخدمه دايما في ايه. حتى يعني لو حاجة وقعت منك اتدلقت منك وهو احتاجتي تنضفي بعدها، هو جميل جدا. في البوتاجاز، في الحاجات دي حلو قوي 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 قوي. فوط المطبخ ليها روتين طبعا زي ما انتوا عارفين بالنسبة لي، وهو اني بجمعها في برنامج غسيل واحد في الغسالة. ومعاها شوية خل كمطهر، وتتنشر في الشمس. وفي ممكن في حاجات والله ساعات بحتاج فعلا اكويها كنوع من التعقيم شوية، وكمان بيبقى شكلها جميل، خاصة لو انا فاضية يعني. انتوا عارفين ده بياخد وقت اكيد، لكن اكيد بيكون ليها تأثير تاني يعني. او تتنشر زي ما قلت لحضراتكم في الشمس، ولو محتاجة منعم تمام. وزي ما اتعودتوا معايا، انا كل يوم بخرج فوط نظيفة للمطبخ، وفوطة التلميع فوطة نظيفة. ده بيحافظ دايما على انه على فكرة المطبخ يفضل نظيف، دي كمان عامل مهم قوي من العوامل دي. وموضوع فرز الغسيل ده من اهم العوامل فعلا اللي تديكي نظافة للغسيل.
يعني كل حاجة شبه بعض تتغسل مع بعض. فوط المطبخ زي ما قلت لحضراتكم مع بعض، الفوط بتاعتنا احنا استخدام الشخصي مع بعض، ملايات مع بعضها. الملابس حتى لما نفرزها بشكل مناسب لها هي. يعني الابيض مثلا، في ابيض عندي بيبقى سخن بيتحمل درجات الحرارة العالية في الغسالة، اللي بتكون الاقطان والملابس الداخلية. والابيض البارد بيكون الحاجات اللي لونها ابيض بس ما ينفعش تتغسل في درجات حرارة عالية مهما كانت خامتها. والملابس خاصة الداكنة او ملابس الخروج، في حاجات ممكن تتغسل في الغسالة وحاجات لازم تروح الدراي كلين. فخدوا بالكم من النقطة دي قوي، خاصة البنات اللي بيكونوا لسه في بداية جوازهم. كلنا وقعنا في الاخطاء دي وبهدلنا حاجات كتير في اول جوازنا، فخدوا بالكم قوي. والخل مع مساحيق الغسيل حقيقي هيديكي افضل نتيجة في الغسيل. فعالية للمسحوق، نظافة، تطهير، كمان بيخلي الأقمشة ناعمة شوية عشان ما تستخدميش منعم. فكرة انه ما هقدرش اي عيش عندي، اي نوع عيش، العيش الفينو بقطعه بالشكل ده زي ما انتم شايفين بميل شوية، وبحطه في صينية في الفرن. اليوم اللي هشغل فيه الفرن بحطه بعد ما بطفي الفرن ادخله بيتحمص من غير ما بياخد لون، او بحطه في الفرن واخد بالي منه انه ما يزيدش لون عليه. واستخدموه بقى تاكلوا بيه وهو محمص، تاكلوا بيه المربات والجبن مثلا، او تطحنيه يبقى بقسماط للبانيه عندك في البيت، وهقول لكم الاضافات اللي بضيفها ليه. والعيش البلدي بقطعه برضو للفتة، او العيش الشامي ليه استخدامات بحطها عندي في سلطات. سواء هتحمصيه قبل ما تحطيه في الفريزر، او لو اتحمص على فكرة ممكن تشيلوه زي ما هو كده في علبة مثلا في الضرفة عندك في المطبخ. لكن لو مش هتحمصيه بحطيه في الفريزر هيفضل زي ما هو. للفتة زي ما قلت لحضراتكم، العيش الشامي بستخدمه في سلطات. للبانيه بطحن العيش الفينو ده بعد ما بيكون اتحمص، وبحط له شوية دقيق حسب كمية البقسماط اللي طحنتيه، ومعلقة او 2 من النشا، تاخدي احلى نتيجة للبانيه في اي حاجة بتعمليها عندك. بانيه نتيجته ممتازة. والبيض طبعا بتبقى خطوة قبل البانيه، اقصد للبقسماط. طيب في حاجة عايزة اقولكم عليها مهمة قوي. طبعا كلنا في الوقت في عندنا بتبقى في وجبة أساسية رئيسية بتتجمع فيها أفراد الأسرة على قد ما بنقدر طبعا. فحاولوا انه تعودوا، خاصة لو في بنات، والله انا معودة ولد وبنت على الموضوع ده، على ترتيب السفرة. ده هيفيدهم في حياتهم هم، انه يعرفوا يعني انظم سفرة ازاي، ابدأ اجهز السفرة وشكلها الاساسي بيبقى شكله ايه. ده بيفيد الولاد جدا حقيقي، وبيبقى شايل عنك شوية في شغل بيتك يعني، بس اكيد هيفيد الولاد اكتر كتير، وبيعودهم قيم كتير منها الاعتماد اكيد على النفس. اما بالنسبة للبنات هو اكيد حاجة اساسية، يعني ضروري تتعلم حاجة زي دي، ان تبقى عارفة مكونات السفرة ايه. ومش بتكلم انه سفرة يعني اللي هي الفاخرة اللي هي للعزومات. شوية شوية هي هتتعلم وتشوفك وانتي بتعملي ترتبي سفرة العزومة بتاعتك، فبتتعلم. لكن انا بتكلم على السفرة اليومية، المكونات الاساسية اللي لازم تكون موجودة، اللي هي البيزك في ترتيب السفرة لافراد الاسرة. حقيقي هتتعلم قيم حلوة جدا هي كمان، وطول ما هي شايفاكي انتي بتعملي ايه وبتنظمي ايه اكيد هتتعلم منك وتبقى عارفة الصح فين. في الغدا النهاردة انا عاملة اكلة سمك، بس الحقيقة انا جايبة سمك مشوي جاهز. هعمل الرز، وطبعا الرز بتاع السمك الرز الصيادية العادي اللي احنا بنعمله، بصل بنديله لون شوية. انا لما بيوصل للمرحلة اللي حضراتكم شايفينها دي انا ببدأ ايدي فيه ما بسيبوش، علشان ياخد كله لون واحد ومش بخليه يتحرق زيادة عن اللازم. وبزود المية على قد كمية الرز بالظبط اللي انا عملتها. 3 كوبايات يبقى 3 كوبايات مية، 2 رز يبقى 2 مية. والتوابل اللي بحطها ملح وفلفل اسود وشوية من القرفة وشوية بابريكا، بتدي طعم ولون حلو للرز. وبسيب المية لما تغلي غلوة كويسة علشان تاخد اللون من البصل. بنزل كمية الرز كلها مرة واحدة،
وبقلب. اذا حسيتي انه في شوية مية محتاجاها تمام، بس انا نصيحتي بلاش، لانه البصل بيدي شوية كمان سوائل للرز، فعلشان ما يعجنش منك وتكون نتيجته كويسة. لما بيغلي بالشكل ده ويختم زي ما بنقول، بحط الشياطة واوطي النار قوي قوي واسيبه بقى مع نفسه. هعمل طاسة جمبري. انا الحقيقة دي الطريقة اللي بفضلها للجمبري. شوية زيت وبصل متقطع بالشكل ده، شرايح جوانح اي حاجة، فلفل اخضر، طماطم، وانا بضيف الحقيقة جزر بيدي طعم ظريف قوي وجميل معاه. وبس ما بحطش اي توابل ولا ملح ولا اي حاجة. بشوح شوية الخضار ده، وبعدين بوطي شوية واسيبه لما يدبل بالشكل ده، مش يتهري قوي، يدبل بس. مجرد يدبل كده ببدأ احط بقى التوابل اللي انا بحطها: ملح، فلفل اسود، وشوية بابريكا وبس. ما بحطش حاجة اكتر من كده. ودي بتبقى التوابل كلها اللي بحطها للأكلة كلها، ما بحطش اي حاجة تاني. وبعدين انا الجمبري بغسله، وعلى بال ما بعمل الخضار بكون نقعته شوية ليمون ودقيق وشوية ملح، وبشطفه كويس قوي من المية النقع دي، ما بسيبوش فترة طويلة فيها زي ما قلت لكم. واضيفه زي ما شفتوا نص كوباية مية بس، او كوباية الا ربع تقريبا، لاني بحبه جوسي، وفيه العصارة دي بتبقى روعة مع الرز، او حتى كمان لو بتاكلوها بعيش يعني. 5 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده. وقبل التقديم بعصر عصير ليمونة واحدة قبل التقديم، تفرق حقيقي في الطعم. هتاكلوا احلى جمبري، روعة. وده الرز بالشوكة اللي بيه كده هتلاقيه جميل ومظبوط جدا. وعلى فكرة في ناس بتحب تاكل مع السمك، مش بس السمك بتاعنا ده اللي هو سمك الصيادية اللي بيبقى بالبصل زي ما شفتوا. في ناس بتضيف خضار، دي ماما كانت بتعمله لنا زمان كده، لان احنا كنا بنتعبها في موضوع اكل الخضار، فكانت بتضطر تضيفه معاه جزر وفلفل الوان علشان ناكله معاه. وفي ناس بتعمل الرز الاصفر، فبراحتكم. وسلطات طبعا بقى، والف هنا وشفا. اكيد اكلة سمك يبقى اكيد سلطة خضراء، واكيد سلطة طحينة. كانت اكلة ما شاء الله جميلة. اكتبوا لي في التعليقات استفدتوا النهاردة من الفيديو ولو بمعلومة. اكتبي لي في التعليقات ايه المعلومة اللي انتي استفدتي بيها النهاردة من الفيديو. ولو ليكوا اي سؤال برضو انا تحت امركم. وإن شاء الله لنا لقاء نتكلم فيه عن ترتيبات جاية بأمر الله لشهر رمضان. تأخرت شوية أنا في الفيديو، اعذروني، بس إن شاء الله لنا اللقاء ده قريبا إن شاء الله. ومرة تانية وتالتة ومليون ميرسي على تعليقاتكم اللي زي العسل زيكم، حقيقي بتسعدني جدا جدا جدا. هشوفكم إن شاء الله فيديو جديد لكليفر مامي. باي باي.